السلام عليكم، مرحبا بالجميع مع الطبخ الجزائري. قناتنا قناه الطبخ الجزائري. اليوم صفتنا تاع ان شاء الله غادي نديرو تحليه بلا شونتي، بلا لابوط شونتي، بلا بيض، بلا جيلاتين، بلا والو. غادي نديروها غير بالمايزينا بالنشا، تجي روعه. المقادير يعني بسيطه، تقدروا تبدلوها كما بغيتي. غادي نديركم انا المقادير وغادي نديركم المكونات مثل ما تقدروا تبدلوا المكونات. ما كانتش عندكم هذه ديروا هذه يعني في بلاصتها. المايزينا مكاش لي ما عندهاش، او النشا مكاش لي ما عندهاش في لاكوزين تاعها. شويه شوكولا برك والحليب والبسكويت. بسكوينه اي بسكويت تقدروا ديروا يعني. ما نقدروش نعطوكم وصفه او نوع معين اللي كان صافي. يكون ناشف باش تطحنوا. هذا مكان انا عندي هذه النوعيه. اذا كان عندكم هذا ديروه. هذا باسكو هذا يجي بزاف بنين في التحليات، باسكو فيه البنه تاع الكراميل. اللي ما عندكمش تقدروا ديروا اي بسكوي اخر يعني عادي. هنا عندي 16 قطعه عفوا، غادي نطحنهم كامل. فوالا. انا درتها على شكل طرطات. تقدروا ديروها في ليفيغين هذوك، تقدروا ديروها في البلا وتقطعوها يعني كما حبيتوا، وتقدروا ديروها كما درتها انا في هذاك الاطار. فوالا. هنا بعد ما طحنت البسكويت تاعي، درت عليه مغرفه تاع الزبده باش كي نحطوا هذيك الطبقه او لا باز هذيك من تحت، الطبقه التحتانيه تبقى متماسكه. كي نقطعوا البسكويت تاعنا او الطرطه تاعنا تبقى متماسكه يعني ما تروحلكمش هكا. هذيك الزبده تخليها متماسكه. انا درت غير مغرف يعني تكفي، كتروش. وانا هنا بعد ما طحنتها تشوفوا نحطوا هذه الطبقه الاولى تاع او القاعده تاع هذه التحليه تاعنا، نضغطوا عليها مليح مليح. وانا شغل نجيبوا كاس ولا كاش حاجه ونضغطوا عليها مليح مليح وانا نصدموها بهذه الطريقه. ومن بعد نروحوا نوجدوا التحليه تاعنا. بالنسبه للتحليه او الكريمه يعني فيها غير الحليب والمايزينا والسكر، وغادي ندير شويه كاكاو مقلي وملحي. الكاكاو مقلي وملحي اختياري عفوا. اذا كان عندكم ديروا، ما كانش عندكم يعني تقدروا تستغنوا عليه يعني ماشي ضروري. وهنا الاضافات هذوك الاخرين تقدروا ديروها شوكولا. الاخوات اللي بغات الكو تاع الشوكولا او فيها الذوق تاع الشوكولا تقدر دير الكاكاو. في هذه المرحله تقدر دير مغرف تاع كاكاو باش تجي اللون تاع تجيها مارون وتجيها الكو تاع الشوكولا. واللي تبغى تديرها بيضه كما انا درتها بيضه دير بهذه الطريقه. هنا اللي درت اطره تاع الحليب تشوفوا، درت 2 مغارف ونص مايزينا، 2 مغارف يكونوا بومبي يكونوا عاملين مليح، ونص تاع مايزينا هي اللي نشا. درت 2 مغارف ونص بومبي ثاني تاع سكر غلاس او سكر بودره. درت واحد الساشي تاع سكر فاني ولا تقدروا ديروا السائله. درت هنا حوالي 2 مغارف تاع كاوكاو مقدوم ملحي. انا كان عندي هذا متوفر، هذا الكاوكاو. اللي ما عندهاش اخوات تقدر تستغنى عليه ماهوش ضروري. فوالا. ونحطها فوق النار نقعدوا نخلطوا ما تديروش يديكم باش ما تلصقلكمش، وديكم هذيك الطبقه من تحت حتى كي تشوفوا عقدت ودات هذوك الفقاعات نطفوا بها. انا كنت تشوفوا راني خلطت ما بغيتش كامل يدي من الطاوه بالفويل، نقعدوا نخلطوا فيها حتى هنايا راه بدات تعقد معنا. كتشوفوا كي تدير هذوك الفقاعات وتاكد نعرفوا بلي النشا هذاك راه طاب او المايزينا هذاك راه طابت. فوالا. ونروح نفروها مباشره على هذاك البسكوي يعني هذه القاعده الزوجه او الطبقه الزوجه. ما نفروها ديريكت. وهنايا خلوها تبرد حتى تتماسك، ماشي تبرد حتى تتماسك باش نديروا لها الشوكولا نزينوها. وبيان سور تعرفوا التحليه تكون بارده يعني ما تكونش سخونه. تخلوها توجدوها 4 سوايع 5 سوايع في الفريجيدير تكون واجده ان شاء الله باذن الله. هنا غادي نديرها تبرد. ولا هنا درت حوالي حبه تاع شوكولا ولا 6 حبات، ولا ذوبت مع شويه تاع حليب. وهنا الطبقه كتشوفوا كيفاش بردت وتماسكت كيما الفرون. نحط فوق هذاك الشوكولا. هنا الاخوات اللي عندها الشوكولا دير، اللي ما عندهاش هذاك البسكويت اللي كنا درناه مطحون تديرها من فوق. اللي ما عندهاش تقدر دير الخلط بالشوكولا بيضاء ولا شوكولا مارون ولا اللي كاين عندكم تقدروا ديروا تبدلوا يعني في الطبقه هذيك من فوق. هذه كي تزيين كتزيين برك. ولا درت هذيك الشوكولا تاعي من فوق نخليها تبرد ومن بعد نروح نزينوها نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. وانا هنا بعد ما خليتها تمسكت مليح حوالي 5 سوايع هكذا كاينه في الثلاجه. وانا تجبدوها تقلوا هذاك السخس وهذاك او هذاك الاطار بكل سهوله يدير لكم وتبقى متماسكه. هي كي تبرد تتماسك يعني عادي يعني ما تخافوش منها. وراو هذوك الزوائد تاع البسكويت نعاودو نرجعوهم من فوق عادي. ولا هنا راهي واجده تشوفوا. هنا تقدروا تبدلوا فيها كما قلت لكم في الشكل تاعها او في التزيين تاعها. تقدروا اي فاكهه ديروها بخيز بانان
وقت الفاكهه دروك تقدروا تبدلوا فيها الفاكهه اللي كاينه عندكم، تقدروا تحطوها من فوق. يعني التزيين يبقاكم اختياري، كما بغيتو تزينوها. سواء ديروها شوكولا شويه كاوكاو ولا لوز ايفيلي، يعني اللي كاين حاضر عندكم. انا ما عنديش الفاكهه هنا اليوم، عندي غير بنان، درت فيها هذوك لي ترونش تاع البنان، وانا زينتها بشويه تاع بنان. وهذاك البسكويت مطحون تاني درتو خط كما تشوفوا. تزيين بسيط وتحليه بسيطه، ما فيهاش صوالح بزاف، وتجي روعه، تجي بنينه. كما قلت لكم تقدروا ديروها في ليفرين سورتي وليداتها، كل واحد الطاسه تاعو. وتقدروا ديروها على شكل طرطه بهذه الطريقه. تقدروا ديروها في مول عادي وتقطعوها من بعد، غادي تقطع لكم يعني بكل سهوله. تقدروا تقسموها. فوالا. وهذا الفيديو تاع اليوم تكون التحليه هذا وقتها حاجه بارده للسهره ولا للضياف، ولا يعني مكونات سهله بسيطه وناجحه. برك تبعوا المقادير وطريقه التحضير، وانا غادي نقطع لكم باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل. هنا برك تجيبوا موس يكون شويه قاطع، وماشيش تكون عندك لا شونتي باش ديري تحليه، ولا يكون البيض، ولا يكون الجيلاتين، ولا غير بالمايزينا. نقدروا او مش نقدروا نديروا تحليات يعني متنوعه. جاي الصيف جاي ان شاء الله غادي نديروا بزاف الانواع تاع التحليات، غادي يعجبوكم وتحتاجوهم. وتعرفوا هذا وليداتي يبغوا هاد الصوالح. وانا كنت تشوفوا القوام تاعها شغل انا دايرينها البيض ولا دايرينها كريمه، ولا يعني القوام تاعها متماسك، جات روعه. وبالنا ما نحكي لكمش هذاك البسكويت يعطيها واحد البنه روعه. والى هنا انتهى الفيديو تاعي، ان شاء الله نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. تنساوش ديروا لنا بصمه، تشتركوا في القناه وتدعمونا وتبارطاجوا الفيديو وتشتركوا في القناه حتى نحط لكم كل جديد، اي وصفه جديده ويعني مكوناتها يكونوا ساهلين، غادي نشاركوها معكم ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.